السيلولايت مشكلة بتعاني منها سيدات كتير، فأتوقع الفيديو ده هيكون مفيد ليهم. لازم تعرفوا ان السيلولايت بتظهر، مش لازم تكون عندك من البداية، اوقات ناس بتظهر لها فترات وبترجع تختفي، لان كل الموضوع متحكم فيه المشاعر بنسبة كبيرة. طيب يعني ايه السيلولايت؟ يعني هو توزيع، ببساطة جدا هو توزيع غير متوازن للدهون في المنطقة اللي بتظهر فيها السيلولايت. طب ليه ممكن يحصل فجأة توزيع غير متوازن للدهون؟ الموضوع مرتبط زي ما قلت لكم بمشاعرنا. يعني انا بحس في الفتره دي، او انت بتحسي بتمري بموقف انت محتاجه فيه دفء عاطفي، محتاجه تحسي ان انت متدفيه اكتر عاطفيا. يعني ممكن يكون موقف حصل لخبط لك مشاعرك، في مشاعر فقد من مع حد، فانت حاسه ان انت مفتقده الدفء. على الاغلب بتكوني شخصه حنينه جدا وبتحبي الدفء العاطفي اكتر، وبتحبي تستقبلي مشاعر الدفء من اللي حواليكي. الموضوع ده بيأثر عليكي سلبا ان بيظهر لك السيلولايت. طيب هتعالجي الموضوع ازاي؟ ان انت هتتقبلي مشاعرك، هتتقبلي ان انت محتاجه الدفء جواكي. اصلا انت تقدري ان انت تدي كل حاجه لنفسك من جواكي، ربنا خلقنا بالمشاعر دي، فمش محتاجه ابدا ان انت تحسي بالافتقاد. طول ما انت عندك احتياج، طول ما هتظهر لك مشاكل في بشرتك او في شعرك. هكلمكم في فيديوهات تفصيليه اكتر عن مشاكل اكتر للبشره والشعر وللجسم، تابعوني.